أساس فكرة الحرية عنده، إن الوعي نفسه تغير وتدفق مستمر. طب لو الزمن الحقيقي تدفق والعقل بتاعنا بيميل يقسم ويوقف كل حاجة عشان يفهمها، إزاي نوصل للزمن ده؟ ممتاز. هنا بقى بيجي دور الحدس intuition في مقابل العقل أو الذكاء التحليلي intellect. العقل اللي بيحلل ويقطع؟ أيوة، العقل ده شاطر في التعامل مع المادة، مع الثابت، بيقسم، يصنف، يجمد، زي ما بنصور صور فوتوغرافية للحركة. لكن الحياة مش صور ثابتة. تماما. وهنا يجي دور الحدس. بيركسون بيشوف الحدس كنوع من التعاطف الفكري، قدرة على الدخول جوه الأشياء، معايشة تدفقها الداخلي، الديمومة بتاعتها. يعني الحدس هو اللي بيوصلنا للحقيقة المتدفقة دي. هو الأداة الأنسب للميتافيزيقا، لفهم الحياة والروح. عشان كده انتقد محاولات العلم اختزال كل شيء لتحليل أو رموز. الحدس بيخلينا نحس بالواقع.